بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. الحمد لله ان تم اعلان او هيتم اعلان نتيجه الفرز بتاع شقق الاسكان الاجتماعي الاخيره سكن لكل مصريين 5 يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله 18/3. وهيتم طبعا ارسال الرسائل اس ام اس على الموبايلات اللي تم تسجيلها على الموقع. سيبك من مكتوب في الكراسه، في ناس كتير جدا كتبت الارقام في الكراسه ولما جت رفعت برقم تاني، فالرساله هتجيلك على الرقم اللي انت رفعت بيه. ده مبدئيا تمام. من يوم 18/3 هتبداوا تستقبلوا على موبايلاتكم رسائل، فيا ريت كل الناس اللي معاها موبايلات الارقام دي تبقى متابعاها ومشغله، ما تقفلش، ولو قافلها شغلها. ده بس اول نصيحه. هتجيلك رسائل ان شاء الله. طبعا في ناس هتبقى مقبوله وفي ناس هتبقى غير المنطبق الشروط عليها، وفي ناس هيبقى عندها مشاكل. الناس اللي عندها مشاكل والناس اللي هي غير مقبوله، عندك فتره تظلمات هتبدا من يوم 23/3 لحد 24/4 لمده شهر كامل. تعدل من دنيتك لو عندك اي مشكله في اي ورقه انت قدمتها، ورقه مش مظبوطه، ورقه ايا كانت يعني. تمام كده. ده بالنسبه لايه؟ لموضوع الاعلان. في بقى حاجه كده مهمه عايز اقولها للناس اللي دفعت جديه الحجز وما لحقتش ترفع الورق بتاعها، او كان عندها مشكله في رفع المستندات. هيجي لكم رسائل هيقول لك ابدا ارفع ورقك في فتره الظلامات دي. يعني الناس اللي دفعت الفلوس وجهزت الورق بس ما لحقتش ترفع الورق ولسه الايصالات معاها وما سحبتش الفلوس من البريد حتى تاريخه، وجاه واقف على الرفع بس ودافع ومخلص كل حاجه وما سحبتش فلوسك، ينفع ترفع ورقك في الفتره دي اللي هي من 23/3 ل 24/4. ده كده الفكره، القصه بتاعت الصندوق. في بقى حاجه تانية اقول لك عليها. لو في خلال اسبوع من يوم 18 ما جاتلكش الرساله، سيادتك كل اللي هتعمله هتبعت رساله. انت اللي هتبعت رساله على 9311. هتحط في الرساله دي اسم حضرتك ورقم الموبايل بتاع سعادتك، وتروح ورقم القومي بتاع سعادتك واسمك، وتروح باعت انت الرساله للصندوق. الصندوق هيرد عليك برساله يقول لك ايه اللي تم في الورق بتاعك. لو الرساله ما جاتلكش على مدار اسبوع من يوم 18/3، بدايه من يوم 18/3 لو ما جاتلكش رساله هتعمل كده، هتبعت رساله نصيه على 9311. هتحط فيها اسم حضرتك ورقم القومي بتاع سعادتك، وتبعت رساله تكلفتك كلها حوالي تقريبا 3 جنيه. ده لو ما جاتلكش رساله. طبعا اللي هيجي له رساله هتبقى واضح فيها كل حاجه، يا اما اتقبلت وابدا ادفع الاقساط بتاعتك مثلا من الوقت الفلاني، يا اما ما اتقبلتش عشان عندك مشكله في ورقه معينه او مستند معين، يا اما شروط اصلا ما تنطبقش عليك. دي الثلاث حالات اللي هم هيردوا. اي حد بقى متابعني على صفحه الفيس، انا منزل المقال كامل بتاع الموضوع ده، ومنزل اللينكات اللي انت ممكن تخش عليها بس بعد النتيجه ما تظهر، مش دلوقتي. يعني بعد ما تعدي اسبوع، عشان انت لو ما جاتلكش اي حاجه وعايز تتاكد انت من نفسك بدخولك على الموقع، خش على صفحتي على الفيس، هتلاقي اللينكات كلها انا منزلها في اول بوست ليا عندي. هتخش عليه هتلاقي لينكات، ابدا بقى اختار اللينك اللي انت محتاجه وخش وشوف الدنيا فيها ايه، بس بعد النتيجه ما تظهر مش دلوقتي. طبعا ده كده فيديو انا قلت كده ايه تقريبا كل الحاجات اللي نزلت في القرار او في الاعلان بتاع القرار بتاع الصندوق. اتمنى كل خير للجميع وان شاء الله بالتوفيق. طبعا في مجموعه كبيره هتتشال، الناس بقى اللي مش منضبطه، الناس اللي محطه ورق مش مظبوط، الناس اللي شو ما طبقش عليها. طبعا فتره الظلمات دي فتره كويسه جدا عشان كل واحد يلحق نفسه ويعيد دنيته للي ما لحقش يرفع اوراقه. هقولها تاني، اللي ما لحقش يرفع ورقه ودافع الفلوس والدنيا عنده تمام وما لحقش يرفع المستندات بتاعته عشان كان عنده مشكله على الموقع، تقدر ترفع ورقك في الفتره دي. وطالما انت ما سحبتش الفلوس، مش هينفع بقى تروح تدفع الفلوس دلوقتي عشان تلحق التظلمات، لا خلاص طالما سحبتها استنى بقى ان شاء الله الاعلان اللي بعد العيد اللي هو 400,000 وحده. وعشان كده انا كنت متوقع وقلت الناس كتير كانوا بيسالوني، قلت لهم هتطلع في رمضان عشان هم لازم يقولوا النتيجه بتاعت الصندوق بتاع الاعلان اللي فات قبل ما يبداوا في الاعلان الجديد. اتمنى الخير للجميع وان شاء الله يبقى شهر خير على الناس كلها والنتيجه تبقى في صالح ناس كتير، وربنا يكرم اللي محتاج فعلا، واللي بيتحايل ربنا ما يكرموش. عشان احنا قلنا الكلام ده كتير ان اللي هياخد الشقه دي اللي بيستحقها بس، لكن اللي بيتحايل وعنده شقه وفاكر ان هو ممكن ياخد شقه، انسى مش هتاخدها. ان هم الورق بيتفرز بطريقه اديك شايفهم بقى لهم تقريبا حوالي شهر ونص بيفرزوا، او يمكن شهرين، من نص واحد نص اتنين نص ثلاثه، يعني بقى لهم شهرين بيفرزوا في الورق. فتخيل شهرين هم قاعدين ليل نهار بيراجعوا اوراق الناس، فطبيعي النتيجه هتطلع للي يستحق، للي حاطط ورقه مظبوط، للي شو تنطبق عليه، للي ما يمتلكش شقه.
تحياتي ليكم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وهستنى تلقي استفساراتكم لاي حاجه سواء هنا على الخاص على البرنامج دوت او اللي هو التيك توك او على الواتساب، ورقمي موجود على صفحه الفيس وموجود على صفحه التيك توك على البروفايل بتاعي. اللي عايز اي استفسار يبعت لي على الواتساب وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.